نجيو لثلاثة حفلات اللي اتعملت اللي تلمهم بعضهم ما يجيوش سهرية متابعات في السطح. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من الملاعبي. ايش عملتوا في السهريه على الماتشوات نحكي والحفلات بالطبيعه اللي اتعملت واللي باش نحكيو عليها زاده قبل ما نحكيو على ماتش تونس والسويد. باش نحكي على تجربتي بعد نهارين من الكوب دي موند هذيا. انا واعوذ بالله من كلمتين بالطبيعه من العباد اللي نموت على بطولات المنتخبات. عندك بالطبيعه الكوب دافريك البطوله نتاع قارتنا اللي نحبها بطريقه ما نجمش نوصفها، نتبع ماتشواتها الكل ونحاول قد ما نقدر ديما نتفرج في اكثر ماتشوات. فما الكوب دوروب بالطبيعه، فما كوبا امريكا، وفوقهم الكل اولهم اهمهم واقواهم واحلاهم هو كاس العالم. كاس العالم اللي يجمع الشعوب كما يقولوا هما. كوب دي موند هي اكثر بطوله في الكوره نستناها، ويمكن زاده اكثر بطوله نتفرج فيها في ماتشوات. نحكي بالطبيعه ديما على البطولات المجمعه ولا البطولات تاع المنتخبات. نعطيك مثال مثلا في الكوب دي موند 2022 في قطر، رغم اللي مازلت نقرا ساعتها، اما الماتشوات اللي ما تفرجتش فيهم حرفيا يتحسبوا. كنا من ال11 متاع الصباح اول ماتش يتلعب ال11 حتى الماتشوات ال8، معناها من ال11 حتى لل10 قدام التلفزيون. نقوموا نمشيو نقضيو بالطبيعه، كان باش ناكلوا حاجه هكاك. احلى كوب دي موند فرجت فيه في حياتي. الكوب دي موند اللي بديت نوعها فيه وبديت عرفت واحد يحل التلفزه ويحط يتفرج وحده في الماتش هو كوب دي موند 2010. في 2006 كان عمري 7 سنين، اما ماتشوات تونس نتذكرهم كما تو. ماتش السعوديه مثلا نتذكره نسمع فيه في الراديو انا واخويا واحنا نلقطوا في التوت. حاسيلو هذه امور شخصيه. المهم كوب دي موند 2022 في قطر هي اكثر بطوله في كوب دي موند فرجت فيها في ماتشوات، وانا متاكد اي واحد يتفرج فيها تو بطوله 2022 هي اكثر بطوله تفرج فيها في ماتشوات. الكوب دي موند هذيا رغم اللي نجم نسهر ونقعد نتفرج، اما فما حاجه ما تشجعكش باش تسهر وباش تتفرج. نتصور برشا عباد كيفي من 4 ماتشوات تلعبوا حتى لتو في البطوله فرجت في ماتش كهو وما كملتش 90 دقيقه نتاعو. هو ماتش جنوب افريقيا وماتش المكسيك اول ماتش في البطوله. الماتشوات اللي في الليل زوز اللي تلعبوا ما خممش الحقيقه باش نسهر وباش نقعد نتفرج. حتى ماتش كندا البارح حطت التلفزه ما فماش احساس تاع كوب دي موند. نسمع في الجمهور مثلا كيفاش يصيحوا وقت اللي كوره تقرب في الديزويت، كاني نتفرج في حفله نتاع ما نعرفش دواليبا ولا ما نعرفش، وعرفت تقرب الواحد من الجمهور وما يصيحوا فمش جو نتاع كوره. وبالرسمي كي تتفرج في ماتش نتاع كوره تحس الجمهور هذا يفهم، الجمهور عنده مع الكورة، بلاد عندها مع الكورة كذا. في الماتشوات بخلاف ماتش جنوب افريقيا والمكسيك اللي خاطر كان في المكسيك انا متاكد ماتش كوريا وتشيك يحكيوا عليه يتعدى باهي وحتى الجمهور حضر ونمبر كبير. اما الماتشوات الاخرين انا قلت لك ما تشجعكش باش تحط تتفرج. وبخلاف هذايا بالطبيعه برشا حاجات ماهيش في التيران، برشا حاجات محيطه بالكوب دي موند هذيا، ولا مش حتى محيطه، برشا حاجات هي القلب متاع الكوب دي موند هذيا وهي القلب متاع الكوره. كراء اربيتر معين من الفيفا ويسافر لدوله باش يحكم في ماتش في الكوب دي موند اللي يتلعب في الدوله هذيك، يوصل المطار الدوله هذيك وما يدخلش. كراء توماس بارتي كيف ما يدخلوش كندا. كراء ايمن حسين جور تاع العراق يتحقق معاه 7 سوايع قبل ما يعديوه. كراء المصور متاع المنتخب العراقي ما يدخلوهش رغم انه موجود مع الوفد الرسمي العراقي، وغيرهم من حاجات تضحك وحاجات معناها متأكدين اللي إذا صارت في دولة عربية راهي الكورة في العالم الكل وقفت، وراهو بالرسمي ما عادش فما لعبة اسمها كورة. معناها الدولة العربية هذيك إذا صارت فيها حاجة من الحاجات اللي صارت في أمريكا ولا في كندا راهو معناها ما نرقدوش بالكلام عليها. معناها أما كيفاش بالطبيعة هما أمريكان، هما أبيض، هما في دولة اللي تحكم العالم، يعملوا كل شيء ويعملوا اللي يحبوا عليه. وحتى رئيس الفيفا اللي نورمالمون يتدخل في حاجات كما هكايا في بطولة تابعة للفيفا ما يتكلمش وما يهجمش يتكلم وما يهجمش يهز راسه. مازال أكيد تو نزيدوا نحكيو عليهم الحاجات هذيا خاطر متأكد زلنا باش نراو برشا نكت اللي قاعدين نراو فيها في أمريكا وفي كندا. المهم نجيو لثلاثة حفلات اللي اتعملت اللي تلمهم بعضهم ما يجيوش سهرية متابعات في السطح، كأنهم معناها عملوهم الحفلات هذوما بمبدأ عبي الوسط. عرفت في الكار وفي المترو عبي الوسط، جيب فنانين، جيب استعراضيين، جيب مغنين، ونعرفك بالطبيعة فاني حفلة ركزت ومع شكون ركزت. اما ما فماش فكرة تقدمت في 3 حفلات هذوما. مانيش ناقد فني، اما الاحساس هذايا حسيته موجود عند برشا عباد من اللي يتفرجوا في الحفلات هذوما
اما ملي حتى تفرجوا في فيديوهات مش حتى الحفله كامله. الحفله كامله اللي هي اصلا درجين يمكن كما في ماتش كندا ما فاتتش ربع ساعه تقريبا. وكاينو بالرسمي اللي تعمل في بطوله قطر 2022 على البار وعلى برشا الانتظارات. وكاس العالم 2022 في قطر باش يكون مرجع لاي بطوله باش تتلعب بعده، سواء بطوله في الكوب دي موند ولا اي بطوله قاريه باش تتنظم في اي قاره في العالم. خاطر مش كان احنا العرب كهو راو الحاجه هذيا، حتى الاوروبيين وحتى الامريكان ما يزموش ينكروا الحاجه هذيا. هذا بالنسبه للنهارين ولا ثلاثه اللي كانوا فيهم ماتشوات وحفلات افتتاحيه. نجيو تو الماتشون الاول ان شاء الله اللي باش يتلعب يا نهار الاحد في الليل ولا نهار الاثنين الصباح. انت امورك كيفاش تقول عليه وكيفاش توصفه. باه اذا انت تتفرج فيا اول مره وماكش عامل فولو، اول حاجه تفضل بحذانا اعمل فولو. واذا انت تفرجت فيا قبل والوجه هذا يا ريته قبل، نزله صغيره كي تعمل فولو مع اخوك ونتعداو. اذا كلامي تحسوا فيه شويه تشاؤم فهي حاجه عاديه اللي نحن كجمهور اللي ديما نحبوا نسمعوا الكلام الباهي وباش نترشحوا باش نربحوا والكلام هذاك. انت اليوم لهنا تلعب ضد منتخب اقوى منك، وما تحكيليش وما تقوليش منتخب السويد كمل الاخر في تصفيات اوروبا في الكوب دي موند. انا ما يهمنيش فيهم كملوا الاخرانيين كملوا الاولانيين، انا يهمني وانا يلزمني بل كل شيء نغزر روحي نغزر لليكيب اللي عندنا. انت منتخب تونسي متواضع خلينا نقولوها ولا خليني انا نقولها، انت كمنتخب او انت ككوره بالنسبه لبرشا بلدان اخرى انت حاجه عاديه على الاخر. اما خلينا من الكلام هذا تو وخلينا نحكيو على الماتش اللي ان شاء الله نعملوا فيه ريزلتا باهيه، ريزلتا تعاوننا بعد باش نترشحوا كثالثين كثانيين اللي هو تشكيله الماتش اللي كما قلت لكم في الفيديو اللي عملته بعد ماتش بلجيكا لاميكال الاخر، انه علاش مش التشكيله اللي المفروض باش تلعب في الماتش الاول ولا المفروض باش تلعب في البطوله هذه تلعب في الماتش هذاك. اما التشكيله الاقرب اللي باش تلعب من هالحد ان شاء الله هي التشكيله اللي لعبت ضد النمسا. اما على الاقل خلينا نقول انه نتصور 90% من التشكيله اللي لعبت ماتش النمسا اللي خسرناه 1-0 باش تكون هي بيدها تشكيله ماتش السويد. وحتى لو كان فما تغييرات في التشكيله نتصور تغيير ولا اثنين كهو. واكثر جوير شاكك فيه انه باش يلعب وما يلعبش هو اسماعيل الغربي اللي كان اخيب جوير في ماتش بلجيكا الاخراني. وهي حاجه عاديه الحقيقه يتلقى انه الجوير ما عندوش 10 ماتشوات في ساقيه في سيزون كامله، وراي هذه حاجه وراي هذه كارثه بالنسبه لاي جوير مش بالنسبه لاسماعيل الغربي كهو. انت مثلا كان تقعد شهر ما تكورش باش تحس روحك درا كيفاش، مش كيما كان جيت تكور كل جمعه. راهو جوير الكوره راهو كيف وشفنا هذايا بالكدا في ماتش بلجيكا. السيد ناسي الكوره جمله. والحاجه الخايبه انه في ليكيب ناسيونال نتاعنا تلقى اكثر من جوير كيفه، يعني اكثر من جوير في وسط السيزون مع جمعيته ما يلعبش برشا، اللي هي حاجه مهمه برشا في البطولات هذيا. بطولات اللي الماتشات نتاعها تتلعب ورا بعضهم، يعني كل 4 ايام باش تلعب ماتش. واحنا معروفين بالحكايه هذيا معناها، وديما يكذبوا علينا نفس الكذبه في كل تورنوا انه الكوره بنتاع المنتخب التونسي ماشي طالع، احنا فيزيكمون نتحسنوا بالماتش. هذه حاجه تقولها على منتخبات كيما فرنسا كيما اسبانيا كيما انجلترا، منتخبات تنجم توصل بعيد للبطوله، ما تقولهاش على المنتخبات الضعيفه او المنتخبات اللي ماشيه وماهيش خاسره حتى شيء، ماشيه وماهيش تلعب على حتى شيء. المهم نرجعوا للتشكيله مره اخرى. مهيب الشامخ باش يكون جارديان في ماتش السويد حتى بعد ماتش بلجيكا. فما بونتويت مش كان ينجم ينحيها، اما اللي خلى العباد تقول هكايا انه فما كور ما ترميش فيهم اصلا، بخلاف بالطبيعه انه فما كور صعب وفما شوطات ما يتنحاوش. انت جارديان يجي دي بروين باش يشوط عليك معناها راي بورسنتاج باش تدخل الكوره اكثر من اللي ماهيش باش تدخل، ودي بروين عملها مع برشا جارديانات في العالم الكل. اما فما كور كما قلت لكم كان ينجم يحاول فيها، اما رغم هذا راهو هو احسن جارديان تونسي موجود عام السنه، واكثر جارديان يستحق يكون موجود في التشكيله. واهم حاجه الحقيقه بالنسبه لي انا ان شاء الله الجارديان اللي باش يلعب ماتش السويد سواء مهيب شامخ ولا غيره، نتمنى انه هو يكمل التورنوا للاخر. ما نتمناش وما نحبش انه نراه كل ماتش نراه جارديان كما صارت في بطولات اخرى. حط جارديان اللي انت مقتنع به وكمل به التورنوا. باه بالديفونس الاربعه نورمالمون واضحين، فاليري الطالبي عمر رقيق وعلي العابدي، احسن 4 اختيارات عندك في الليسته. والتشكيله الكل الحقيقه الحاجه الباهيه طبيعه اذا افترضنا انه تشكيله ماتش النمسا او كما قلت لكم 90% من تشكيله ماتش النمسا هي باش تلعب في الماتش هذا. الحاجه الباهيه انه التشكيله والاختيارات هي تقريبا احسن اختيارات عندك في الليسته نتاع الجوهرات اللي سافروا. فالاربع ديفونسورات واضحين ونقدموا شويه للوسط، وخلينا نقولوا ال5 جوهرات اللي في وسط الميدان الكل مع بعضهم. ال5 بما انه نلعبوا الاكثريه 4-2-3-1
2 3-1. نبداو بالزوز بيفوات ولا زوز متوسطين ميدان اللي قدام المدافعين، هما الياس صخيري والالماني اللي جاي باش يقيد مشاركه في كاس العالم في كاريرو راني خضيره، اللي مانيش فاهم فاش قاعد يعمل معانا. التشكيله اللي باش نقول هذيا اسم برك بالرسمي بالنسبه لي انا ما يستحقش يكون حتى في القائمه اللي سافرت، وهو راني خضيره. مانيش مقتنع به ومانيش مقتنع باستدعائه للبطوله واستدعائه لتونس. يعني السيد هذايا وقت اللي عمره 32 سنه وفي عامه الكوب دي موند تذكر اللي هو تونسي. لا علينا، بالنسبه لي انا يجب يلعب بالحاج محمود بلاستو وينجم يكون حتى خير منه واختيار خير منه. قدامهم بالطبيعه متفاهمين حنابال، على اليمين انيس بن سليمان اللي عمل برشا ماتشات باهين سنه مع نرويج في السيزون تاعو، رغم اللي مخي البسيط يقول لي انه خليل العياري اذا يلعب هو على اليمين يكون احسن. جوار صغير، رغم اللي صغير هذيا ما تتقال عليه في الحاله هذيا، كان هو كي يبدا في تونس خاطر 21 سنه. بالنسبه للجوار نجم نسمي لكم ليسته طويله وعريضه بالجوارات شنو عملت في عمر 21 سنه. مانيش معناها نقارن خليل العياري بهم، اما نقارن تعامل التوانسه مع جوار عمره 21 سنه وتعامل العالم الكل مع الجوار كي يبدا عمره 21 سنه. فبالنسبه لي خليل العياري هو احسن خيار انه يلعب على اليمين. جربوا انت يا خويا، خليه يتعلم، خليه يغلط، باش في الكومبيتيشن جايين نلقاو جوار كبر 4 سنين او عامين او اللي هو في الكوب دافريك ولا في الكوب دي موند، واكيد باش يتعلم من اغلاطه. اما احنا بالطبيعه في كل كومبيتيشن كما اي جوار صغير قبله ندخلوا الكومبيتيشن هذيك، ولا علاش ما لعبش وعلاش ما درا شنو ما جربتوش، خاطر جوار صغير. تجي الكومبيتيشن اللي بعده يطلع جوار اخر صغير، وجوار صغير الاخر هذاك مازال ما جربوهاش، ويطلع جوار اخر صغير وما يجربوهش، ونقعدوا احنا هكاك. المهم على اليمين بالنسبه لي خليل العياري هو احسن اختيار. اما بالنسبه لشكون تصور باش يلعب، فنتصور انه انيس بن سليمان باش يكون الخيار اللي يختاروا صبري اللموش. في الجهه اليسار كيف نتمنى تونكتي انه يلعب، اما اسماعيل الغربي نتصوره هو اللي باش يبدا. اسماعيل الغربي كما حكيت لكم عليه من الاول، يعني كما يقولوا ما عندوش نسق المباريات، ما عندوش ريتم في ساقيه، ما عندوش برشا ماتشات لعبها في السيزون كامله، فعلى ذاك بالطبيعه نتمنى انه تونكتي هو اللي يلعب على اليسار. والقدام بالطبيعه ما فيها حتى شك حسب رايي هو فراس الشواط، مهاجم رقم 1 في تونس، احسن مهاجم تونسي موجود تو. لاتاكون اللي ماركي لك 15 بوطه في البطوله، اكيد هو يلزم يكون تيتولور في ليكيب ناسيونال نتاعو. هذه تشكيله تونس اللي نتصورها باش يبدا بها الناخب الوطني صبري اللموسي في ماتش السويد. تشكيله السويد باش ما نكذبش عليكم بخلاف زوج جوارات وبخلاف ياسين العياري اللي نعرفه من برايتون ونعرفه حكايته علاش ما جاش لعب في تونس، فما خويا اتاكون ارسنال جوكيريس، وفما اتاكون ليفربول الكسندر ايزاك. يعني بعد زوز اسامي هذوما ما نستحقش باش نحكي. انا الحقيقه على عكس برشا عباد ما نقولش انه السويد منتخب ضعيف، فما عباد تقول اصلا انه هذا اسهل ماتش في المجموعه، يعني اسهل ماتش في الماتشات الصعاب اللي عندنا بالطبيعه. اما حسب رايي راهو اللي صار في التصفيات هذاك الكل على جنب، كملت الاخرى ما كملتش الاخرى هذاك الكل فات. تو بطوله، تو كاس العالم باش يبدا، في حسابات اخرى جمله بالنسبه للجوارات وبالنسبه للونترينور وبالنسبه لكل شيء. كما كيفاش بديت نحكي في الموضوع هذا باش نكمل في الموضوع هذا، انه كلامي ولا توقعاتي ولا اللي هو مع ليكيب ناسيونال راهي تمنياتي والحاجه اللي انا نحبها تصير راهي على جنب. على غالب توقعات ديما معناها تجي حاجه خايبه، على غالب ان شاء الله نهار من نهارات نتوقع وتولي عندنا الثقه انه نتوقع انه نربحوا هولندا ونربحوا السويد ونربحوا اليابان وكذا. ان شاء الله نعملوا نتيجه باهيه، مش تسهل لنا الترشح اما على الاقل تعاوننا برشا في الزوز ماتشات اللي يبقاو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنساش تعمل جيم، تعمل فولو، تعمل كومنتير اذا تحب تحط فيه توقعك لماتش تونس والسويد، ونتلقاو في الفيديو الجاي.